شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، إشكاليات الجالية المغربية بأوروبا والعالم عويصة جدا وتتطلب منكم مجهودات مضاعفة، وأخص بالذكر هنا معاناة الجالية المغربية بإسبانيا، خصوصا منطقة مرسيا التي لا زالت جاليتنا هناك تنتظر بفارغ الصبر إخراج قنصلية بها لأزيد من 20 سنة، علما أن قرار إحداثها صدر بالجريدة الرسمية. السيد الوزير، الجالية المغربية الإسبانية تنتظر منكم زيارة ميدانية مستعجلة، فرغم ظروفها الصعبة فهي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لجهة الشرق، وتنتظر منكم التفاتة فجميع الوزراء الذين تعاقبوا غيبوا زيارتهم إلى إسبانيا والإنصات إلى هموم وانشغالات هؤلاء المغاربة الذين يعانون من ارتفاع حدة الميز العنصري، التعرض للطرد التعسفي في غياب أي تدخل لوزارة الشؤون الخارجية، التعرض لغرامات مالية وقاسية بالنسبة لرخصة السياقة التي ترفض السلطات الإسبانية تغييرها، وغرامات تتعلق بالدعم الاجتماعي. السيد الوزير، جاليتنا بإسبانيا تنتظر منكم تدخلا قويا لرفع الحيف عنها وإنصافها والعمل على تنفيذ ما التزمت به الحكومة الإسبانية لنظيرتها المغربية بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للقمة المغربية الإسبانية التي ترأسها رئيس حكومتي البلدين في 4 أكتوبر 2012. السيد الوزير، ما أنتم فاعلون لرفع المعاناة عن جاليتنا بديار المهجر وخصوصا بإسبانيا؟ شكرا السيد.